اهلا بالصبايا والننهات الحلوين. انا النهارده جايه اكلمكم على حاجه مهمه لينا جدا جدا ولصحتنا. هو البيض، بس مش اي بيض. النهارده جايه اكلمكم على بيض السمان. النهارده جايه اوريكم كده، ده شكل بيض السمان زي ما انتم شايفين. هو لونه بيج كده ومنقط ببني. يعني ادي كده شكل البيضه وحجمها. زي ما انتم شايفين كده، هو شكله عامل زي بيض الحمام. كمان طائر السمان اصلا يشبه جدا طائر الحمام. بيض السمان ده بقى اهم ما بيميزه ان هو فيه مضادات للحساسيه. فبالتالي الناس اللي عندها حساسيه من اكل البيض العادي ممكن جدا ياكلوا بيض سمان في منتهى الاريحيه ومنتهى الامان. بيض السمان كمان فوائده عاليه جدا، يعني 3 اضعاف فوائد البيض العادي، لان المكونات الغذائيه اللي فيه 3 اضعاف تقريبا تركيزها يعني في البيض. ضعف او 2 تركيز المغذيات في البيض العادي. بيض السمان يا جماعه غني جدا بالبروتين، يعني 13% من حجم البيضه اللي انتوا شفتوها ديت عباره عن بروتين. وزي ما هو غني بالبروتين، هو كمان غني بحاجه مهمه جدا، الحديد. وغني كمان بالاحماض الامينيه وفيتامين ا وفيتامين ب 2 وب 12. يعني يعتبر ايه، سوبر فود، ويعتبر صيدليه كامله متكامله. بما ان هو غني جدا بالبروتين والحديد، فبالتالي هو مهم قوي قوي لبناء عضلاتنا او الحفاظ بقى على عضلاتنا، يعني في المرحله العمريه اللي احنا فيها ديت. مش هنقول بناء قوي، يعني هنقول طب نحافظ طيب على العضلات بتاعتنا. وطبعا في احماض امينيه وفيتامين ب 2 وب 12، فمهم جدا جدا لاعصابنا والمحافظة كده على سلامة وقوة كده أعصابنا. كمان هو مهم جدا لرفع مناعتنا والمحافظة بقى على بشرتنا ونضارتها وشعرنا وطراوته، وكمان المحافظة على رفع مناعتنا. يعني هو مهم لينا جدا جدا جدا، خصوصا في المرحلة العمرية اللي احنا فيها. يا ريت نشير المعلومة ديت لكل الصبايا. كمان يا ريت نعتمد بيض السمان في وجباتنا، يعني ولو حتى مرة أو مرتين في الشهر يعني، ونحاول ندور عليه. هو متوفر في السوبر ماركتات الكبيرة. يا ريت يعني لما نلاقيه نشتريه ونستفيد بفوائده. احنا ممكن جدا ناكل بيضتين أو 3 يعني في اليوم، لأن هو زي ما قلنا حجمه صغير وفوائده عالية جدا، وكمان ما بيسببش أي أضرار أو أي حساسية. طبعا ممكن نحطه بقى على سلطاتنا. يعني استخداماته كتيرة جدا، لان هو حتى شكله جميل. فممكن جدا يعني يتحط على السلطات برضو، هيديها قيمة غذائية عالية وشكل برضو لطيف